المراهقة مرحلة صعبة بالنسبة لأولادنا وبالنسبة لينا احنا كمان كأب أو أم. فالشباب بيواجه تغييرات جسمية وعاطفية لازم يتغلب عليها، وكمان لازم يحدد شخصيته الفردية ويخطط للمستقبل. والفترة دي مش دايما بتعدي من غير مشاكل، لأن الموضوع مرتبط بأنه يتحرر تدريجيا من سيطرة الأسرة. فممكن نلاقي من بين التصرفات اللي بيحاول فيها المراهق أنه يثبت لنفسه أنه خلاص كبر، وأنه يتمرد ويجرب إحساس تدخين السجاير ونادرا المخدرات. طيب نعمل إيه علشان ما يكونش عنده المشكلة دي؟ 1. خدوا وقتكم. المحادثات المشتركة مهمة جدا، وطبعا مش دايما في وقت الكده لأن كل واحد عنده مشاغله، فأنتم مشغولين في الشغل أو حاجات البيت وهو مشغول في المدرسة والمذاكرة والحاجات اللي بيحبها، لكن لازم نخصص وقت علشان نتكلم سوا ونسمع ونقرب منه. 2. اتكلموا عن المخدرات. كتير من الشباب بيبقى عندهم اهتمام ورغبة في تجريب السجاير، لكن القليل منهم بس هم اللي عندهم علم بالأخطار. فالمعرفة السطحية وبرضو المعرفة الغلط بتنتشر بسرعة، يبقى لازم نديله المعلومات الصح من غير ما نزود في الكلام عن المخدرات علشان ما نزودش من حالة الرغبة في الاستكشاف. 3. رأيكم مهم. حتى لو المراهق عنده رفض للسيطرة بتاعة الأسرة، دي حاجة طبيعية، لكنه في نفس الوقت برضو انتم لسه قدوة بالنسبة له، علشان كده ما تقللوش من أهمية رأيكم. 4. خدوا موقف واضح. كلما المراهق كبر كلما قل تأثير الأسرة على تصرفاته، علشان كده بيحتاج المراهق لأب وأم عندهم موقف، علشان لو هم ما بيدوش أي ملاحظة على سلوكه فهو بيفترض إنهم خلاص موافقين على اللي بيعمله. فلو انتم رافضين أي سلوك بيعمله قولوا له بصراحة ووضوح إنكم مش موافقين على اللي بيعمله، لكن لازم توضحوا السبب مش مجرد رفض وخلاص. 5. خليكم متفهمين. الأطفال والشباب ساعات بيعملوا حاجات غلط وبيندموا عليها بعد كده، فمهم إنه يكون عارف إنه يقدر يتكلم معاكم من غير ما حبكم له يقل. ده مش معناه إنكم هتسامحوا أي حاجة من غير ما يكون في عقاب على الفعل، على العكس العقاب هو فرصة للشباب علشان يبعدوا عن الحاجات الغلط. 6. خليكوا قدوة. الشباب والأطفال بيراقبوا إزاي الكبار بيتعاملوا مع السجاير والمخدرات، فلو كنتم بتشربوا سجاير يبقى لازم ما تعملوش كده قدام الأولاد، ولا تسيبوا السجاير في مكان مكشوف، وقولوا له إنكم عارفين أضرار السجاير وبتحاولوا تبطلوها، علشان كده مش عايزينه يشربها لأن تبطيلها مش سهل. 7. ما تستسلمش للعجز. طبيعي إن في بعض الظروف بتحسوا بالعجز، فكلما كبر ابنكم بقى تصرفاته من دماغه، وهتلاقوه بيقول مثلا أنا عارف مصلحتي كويس. أيوة صح، معاه حق، لكن ده ما يمنعش إنكم تقولوا له إنكم قلقانين عليه وإنكم موجودين وقت ما يحتاج مساعدة. معك حق، أنت بقيت كبير شوية ومسؤول عن نفسك، لكني قلقان عليك وعايز أتكلم معاك. 8. الثقة كويسة لكن المراقبة أحسن. إزاي أراقبه؟ هل أفتشه أو أفتش أوضته؟ دي نموذج من الأسئلة اللي بتدور في ذهن كل أب وأم. التفتيش من وراه بيضر بعلاقة الثقة، فلو انتم لقيتم انه بيعمل حاجة غلط فممكن تقولوا له بقى صعب عليا اني اثق فيك دلوقتي، لكن مش عايز افتش حاجتك من وراك، فايه اللي انت شايف انك ممكن تعمله علشان اثق فيك تاني. 9. اطلبوا المساعدة. لو خلاص الدنيا قفلت معاكم ومش عارفين تتصرفوا يبقى لازم تلجأوا لحد، سواء من الأصحاب اللي عندهم خبرة في الموضوع ده أو حد متخصص. طلب المساعدة خطوة مهمة ليكم ولابنكم. استنونا في فيديو جديد وموضوع جديد، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد، ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وشير.